بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي متابعين القناة، النهاردة بنعمل عصير الفراولة. طلعنا الفراولة من الفريزر، حطيناها في الخلاط وزودناها بشوية مية وحطينا عليها شوية سكر وضربناها في الخلاط. ودلوقتي ده العصير بتاعنا، هنصبه في الكوبايات. الفراولة طبعا بتبقى موجودة في أكتر من موسم في السنة، فبصراحة أنا لما بيكون ماليش مزاج ليها أو هي مش مسكرة أو حاجة، فأنا باخدها بخزنها في الفريزر بتاع التلاجة. وده كان العصير بتاعنا، هنحطه على الصينية. ده العصير بتاعنا، والباقي اهوت في الخلاط هنفضيه في قلب الشفشق. طبعا حبايبي الفراولة مليانة فيتامين سي ومليانة بالحديد، فهي مصدر للفيتامينات. انصحكم ان انتوا تعملوا العصير الفريش في البيت لانه مغذي وفيه قيمة غذائية عالية. ده كان الموضوع بتاعنا النهاردة، وإلى أن نلتقي، لكم مني ألف تحية وألف سلام. إلى اللقاء.